السلام عليكم يا جماعة. زمان كان صوت الأزهر لما يطلع الدنيا كلها كده تسكت، يعني احتراما وإجلالا لدور الأزهر. طب النهاردة بقى في العهد اللي انت فيه اللي انت فيه الصوت هتلاقيه واطي، واللي بيتكلم بيتقطع عليه، بيتقطع على صوته. طب تعالى بقى نحكي الحكاية من أولها. الحكاية من أولها من يوم ما مسك السيسي الحكم، ازاي الأزهر اتقسم نصين، نص ساكت ونص بيمشي جنب الحيط، وكله باسم المصلحة العامة. والمصيبة بقى ان كل ده حصل تحت شعار تجديد الخطاب الديني، اللي اتقال كأنه بيطهر الدين من التطرف. لكن اللي حصل هو ان مسح كل صوت بيقول الحق، كل صوت بيقول ما ينفعش. طيب من بعد 2013 بدأت السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وكان لازم الأزهر يتدخل في الصف كده، يعني ايه؟ انا ليا دور. لما الرئيس السيسي قال في الخطاب الرسمي احنا عايزين نغير مفاهيم متجذرة بقالها 1400 سنة، الناس افتكرت انه بيحارب الفكر المتطرف. بس الحقيقة ان كتير بقى من العلماء شافوا الكلام ده تلميح لتعديل صريح في ثوابت الشريعة. زي الشيخ احمد الطيب، طلع اكتر من مرة في مؤتمرات وقال الازهر بيستهدف حد بيستهدفه. وقال نصا كده لا يمكن أن يحمل الأزهر مسؤولية الإرهاب لأن الأزهر بريء من ذلك، لكن الكلام اتقفل عليه. يعني تم حجب الكلام ده يعني من الإعلام وحصلت محاولات لفرض مناهج جديدة على الطلاب الأزهر، ولما الأزهر اعترض الدنيا هاجت عليه من الإعلام، وأي شيخ أزهري يحاول يقول رأيه بصراحة يتقال عليه رافض للتجديد، ويدخل بقى في دايرة ده بيعرقل التطوير وكلام الفاضي ده. تعال نشوف بقى فتاوى معينة كده تقدر تقول عليها مريحة للكرسي شوية، لكرسي الحكم. أولهم طبعا فتوى جواز القرض البنكي للضرورة العامة، واللي اتقال إنها من الأزهر، بس لما نشوف علماء زي الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ محمد يسري تلاقيهم بيقولوا عكس كده تماما. وتيجي بعدها فتوى اللي هي بتاع قائمة المنقولات أو القايمة، إن كتابتها شيء جائز شرعا وتم تمريرها كضمان للمرأة، بس محدش اتكلم عليها. طيب هو محدش جاب سيرة كمان إنها بقت وسيلة لحبس الرجالة في أقسام الشرطة، وطبعا الصمت الرهيب عن قوانين الطاعة والخلع والمساواة والمطلقة بحجة مراعاة التطور الاجتماعي، وكأن الدين نازل تحديث كل أسبوع. والشيخ خالد الجندي يطلع بكل ثقة كده ويقول الخلع تكريم للمرأة، وكأن اللي اتجوز مش من حقه يحافظ على بيته. واحدة ست دخلت المحكمة وقالت خلعته علشان بيشخر وانا نايم. ايه بقى؟ وتاخد حقوقها كاملة كأنها يعني خارجة من معتقل، مش من بيت جواز، مش من بيت جوزها. طيب المركز القومي لحقوق المرأة ده داخل على الخط كده وساعتها الازهر كان قاعد بيتفرج. هدى بدران طلعت بتقول ان قانون الطاعة لازم يتلغي لانه فيه اهانة للمرأة. مايا مرسي قالت الست لازم تاخد الحضانة والمصاريف والمسكن والراجل ملوش دعوة غير بفلوس. والمركز كمان طلع بيان رسمي في 2022 بيطالب بقانون يمنع الراجل من الجواز التاني الا باذن مراته الاولى، يعني ياخد اذن مراته الاولى قبل ما يولد انا اتجوز، والا كده يتحبس. طب والدين فين النص ولا الدين بقى حسب المزاج؟ وايه رأي الازهر ولا كلمة حتى؟ تعالى بقى المصيبة الاكبر، اتفاقية سيداو، الاسم الجميل ده، القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بس المحتوى كارثة شرعية. البنود بتقولك ان لازم يبقى فيه مساواة تامة في الميراث، وان القوامة تتحذف، وان الزواج المدني يبقى بديل عن الجواز الشرعي.
ومصر وقعت على الاتفاقية سنة 1981 وتحفظت على شوية بنود، لكن بعد الثورة بدأت تفعل البنود دي واحدة واحدة، وخصوصا بعد 2014 لما السيسي بقى رئيس رسمي. دول كتير رفضت الاتفاقية دي زي السعودية، باكستان، ايران، السودان، اليمن، لكن مصر بلد الازهر، بلد الازهر وقعت. والازهر برضو وقع، برضو ساكت. الازهر برضو ساكت لما مصر وقعت على الاتفاقية دي. تعال بقى نشوف التلفزيون المصري بيعمل ايه. برنامج ستات، يعني زي بقى برامج كده اقول لكم عليه، ستات ما يعرفوش يكدبوا، حلقة كل اسبوع عن واحدة عايزة تتطلق علشان عايزة تعيش، وبرنامج هي وبس، نصايح من نوع كده ما تستحملوش، قولي لا، خدي حقك برجلك، والاعلانات دي، اطلب الطلاق وعيش حياتك، استوي بنفسك، ما تستنيش راجل. كل ده بيتقدم على انه تمكين، بس الحقيقة تمزيق. بيمزقوا الناس، بيمزقوا المجتمع. تمزيق اجتماعي مش تمكين. طب فين العلماء بقى؟ الشيخ مصطفى العدوي ممنوع من الخطابة. الشيخ محمد حسن يعقوب مختفي وممنوع من أي ظهور. الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله خرج يتكلم قبل كده عن الأسرة وانهيار المجتمع، محدش عبره. وفي المقابل الشيخ أسامة الأزهري حاضر في كل مناسبة رسمية وبيقول التجديد ضرورة، بس محدش سأله فين الحد الشرعي للتجديد. ما هو مفيش. اللي يعارض دلوقتي يبقى إرهابي، اللي يسأل يبقى متطرف، واللي يسكت يبقى شيخ عصري، يبقى شيخ متحضر يعني. النهاردة بقى في لجان إلكترونية كده بتدافع عن أي فتوى توافق الدولة، وأي شيخ يقول لأ بيتشال من الخطبة ويتشتم على السوشيال ميديا. طبعا مؤتمرات الأزهر بقت عبارة، بقت عن السلام والمرأة والفضيلة، لكن مفيش كلمة عن قوانين الأسرة ولا الخلع ولا الحضانة. الدين بقى فاتر مطبوخ على نار سياسية، يتقدم زي الوجبة الجاهزة كده. الأزهر النهاردة مش الأزهر بتاع زمان. زمان كان الإمام بيواجه السلطان، دلوقتي الإمام بيتصور معاه. والمركز القومي لحقوق المرأة بقى مؤسسة تشريعية غير معلنة، يعني بيشرعوا التشريعات اللي انتوا شايفينها. يعني انا اهو كشاب انا بقول لكم المركز القومي للمرأة هو اللي بيحط القانون الأسرة. يعني قانون الأسرة ده عبارة عن ايه؟ مركز القومي للمرأة. طيب، واللي بيحصل ده مش تمكين ولا عدالة على فكرة، ده إعادة برمجة كاملة للمجتمع. وبنقول يا ناس طبعا الجواز مش جريمة، والراجل مش مجرم، وحقوق الست مش معناها انك تكسري البيت والدين، مش سكوت لما القانون يظلم. واستناني في الحلقة الجاية نفتح ملف الحضانة ونحكي عن الأب اللي بيدفع مصاريف ومش قادر حتى يضم ابنه في حضنه. سلام يا رجالة.